اصلا كانت شايفه ان انا بيكمي جدا، وانا مش بيكمي، انا عادي، انا شخص لذيذ بيتعرف على الناس بسهوله. انت ما قلتليش والدبدوب ده كمان يا جماعه، في دبدوب يا جماعه. اتس اشرف عبد الباقي قاعد بيلعب كونكت اتس اشرف عبد الباقي طبعا. اهلا بيكم في حلقه جديده من الحلقه المفضله بالنسبه لكم اللي احنا لسه مش عارفين لها اسم، بس يعني ان شاء الله تبقى الحلقه المفضله بعد كده في الحلقات الجايه. احنا كتفلام النهارده عملت لعبه جديده عن حب البنات، وجايبين ضيوف يلعبوها معانا، وعاملين كومبيتيشن بين فريقين، فريق الاخوات وفريق الاصدقاء. قولوا اساميكم عادي بقى، يعني نبدا بالاول كده، فريق الاصدقاء كده. جمانة، أمينة، ياسمين، هنا. ونبدا في التحدي. الموضوع يا جماعه ما فيهوش اي خناق، ما فيش حد هيقوم يمد ايده، ما فيش اي، ممنوع الالفاظ، الضرب، ممنوع اي حاجه. بس قبل ما نبدا بقى في جو الالعاب بقى والمنافسه، عايزين كده نلطف الجو شويه، ماشي؟ ونعرف علاقه الاثنين الاخوات وعلاقه الاثنين الاصدقاء عامله ازاي. يعني انتوا بتحبوا بعض طيب مبدئيا؟ طبعا جدا. يعني اكيد توب اوف ذا ليست، بس احنا اكتر اتنين بنتخانق مع بعض طبعا. اصلا فاير. في خناقات على ايه؟ لبس، على اي حاجه طبعا ميك اب، على ايه؟ في كل أي؟ حاجه طبعا الميك اب، لبس، طريقه عن نفس. واضح انكم مش بتحبوا بعض يعني. اخترنا ناس غلط ما بيحبوش بعض. لا دي حاجه ودي حاجه. طب انتوا صحابكم ناس واحده، نفس الصحاب ولا مختلفين؟ ناس وناس. يعني 90% نفس الناس. وكلكم بتحبوا بعض تمام؟ الحمد لله. مفيش اي مشاكل؟ بس I think عشان تبقوا قاعدين مع بعض كتير قوي، فخلاص بنبقى زهقنا. بنتخانق، جدا اللي هو لازم هنتخانق على اي حاجه. هاتيلي ميه هنتخانق. طبعا بس يعني في حب، في حب. في حب، طبعا. حب البنات يا جماعه. نخش على الاصدقاء. انتوا بقالكم قد ايه؟ بعض؟ لا عادي يعني مش قوي بقالكم قد ايه صحاب؟ سنتين سنتين ثلاثه. أوكي. فيلز لايك اكتر، يعني الناس بتحس انها اصحاب من احنا صغيرين. يعني بقى لنا 3 سنين مع بعض كل يوم، يعني بجد بدون مبالغه. عرفتوا بعض ازاي طيب؟ common friends. هم صحاب عرفوا بعض. المدرسه بتوعي اتعرفوا عليها وعرفونا عنها. وهم ما صحاب كنتش بحبها في الاول اصلا؟ كانت شايفه ان انا بيكمي جدا، وانا مش بيكمي، انا عادي، انا شخص لذيذ بيتعرف على الناس بسهوله. فهي كانت حاسه لو هي الكائن الجديد ده، عشان كمان دول صحابها، وانا دخلت على اصحابها اللي هي عارفاهم من زمان، اوكي. فكانت مش حباني بدون كانت سبب. رغايه كده وصوتها عالي، يعني انت لسه متعرفه علينا يعني. انا اول لما روحت قعدت اقول لهم دي لذيذه قوي، دي لطيفه قوي. احنا الموضوع بسيط جدا. الكومبيتيشن بينكم انتوا الاثنين هما جولتين. جوله فيها اسئله، كل واحد هياخد مجموعه اسئله هيجاوب عليها، ونفس الكلام مجموعه اسئله هتجاوبوا عليها، وخدوا وقتكم خالص في الاجابه، فكروا كويس. الموضوع كله عن فيلم حب البنات. انتوا حافظينه طبعا. قوي؟ اه وانتوا حافظينه قوي؟ هنشوف. طيب الجوله الاولى كل واحد هيبدا سؤال هنا وسؤال هنا، ونجمع نقطه هنا ونشوف النقطه هنا. كل واحد هيجاوب سؤال هيجمع نقطه. بعد كده بنخلص اول جوله، هنخش على الجوله الثانيه وهي السرعه، اللي هيجاوب اسرع. معانا مجموعه اسئله تانيين واللي يجاوب اسرع. في اسئله متنوعه، في صور، في مين اللي قال، في اكمل الجمله، في اسئله باختيارات، وفي اسئله من غير اختيارات. تعالوا نشوف السؤال الاول. دي صوره، ايه اللي اتقال في المشهد ده؟ حازم صوته حلو قوي يا انسه غاده. تحفه، اجابه صحيحه، اول نقطه. دي سهله قوي. ما ماشي، اتفضلي. ندى وغاده ورقية المفروض يعيشوا مع بعض قد ايه عشان ينفذوا الوصيه؟ سنه. يا جامد. نقطه ونقطه، تعادل. نخش على فريق الاخوات. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول مين اللي قال ده مش دبش ده زباله؟ في الفيلم، مين اللي قال في الفيلم؟ الجمله دي مهيب النشواتي. برافو عليكي، اجابه صحيحه. حوجني الواحد زيك. حوجك الواحد زيي ده مش دبش، دي زباله. مهيب وهو بقى لا اكمل. يعني اكمل ده في مهيب اللي بيقول الجمله دي، وانت هتردي از ندى. اوكي؟ اكمل. مهيب وهو بقى لما بيستعبط انت بيبقى رد فعلك ايه؟ ندى استعبط. 2 ماشي. يلا السؤال الثالث. مين اللي قال على الهوا يا ندى؟ عمر. 1 على الهوا يا ندى. ماشي صح كده. 3-2. مين اللي قال احكي لي بقى عن your ex boyfriend؟ رقية. متأكدة؟ متأكدة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة.
رقية كانت عايشة فين قبل ما ترجع مصر؟ في لندن. اجابه صحيحه، اجابه صحيحه جدا. كده كام؟ 4-3. كابتن حازم كان بيلعب رياضة ايه؟ سكواش، رماية، تنس. رماية. جامد. كنت بلعب هو- رماية يعني بتنشني وبتاع. بالبندقية وكده. واو، بجد والله. معلومه اول مره اعرفها. انت مش بتكدبي؟ ايوه والله. لا انا مامتي وخالتي كانوا، مامتي مثلا بطلة مصر وخالتي بطلة افريقيا حاجة كده يعني. هزاري. وجدي كان حاجة قوي كان في رمايه؟ كان كلهم في رمايه؟ لا جامدين يا جماعه. ده خبر حصري. خبر حصري. نسرين امينه كانت بطلة رمايه في حطها تحت هنا. يوم السابع. يوم السابع كلها معانا. سؤال، عبد الرحمن ابو زهره المحامي كان اسمه ايه؟ صح. مجدي. متأكدة؟ ممكن مجدي ممكن يعمل كده بكل سهوله. يا جامد. صح يا جماعه، والله العظيم شاطره جدا. شاطره جدا. ماشي، مين اللي قال كريم ار يو ماد؟ رقية. هي قالتها بنفس الطريقه دي على فكره. هي قالتها بنفس الطريقه كده بالظبط عامه. حصل تضايق؟ لا، ما انا عشان كده مستغربه. أكمل. هات إيدك في إيديا، هات عينك في عينيا. مصطفى ابو حجر كان سايب ورث لبناته كام بالظبط؟ 15 مليون جنيه. اجابه صحيحه. السؤال اللي بعد الصورة، إيه اللي اتقال؟ مش أنتي قلتي لي إن كلهم مصطفى أبو حجر؟ اجابه صحيحه. هي مفيش بس احنا شكرا. أنتي شكراً. قلتي لي. انا غششتها لك من 5 دقايق، يعني ازاي نسيتي؟ سؤال، رحله الجامعه اللي طلعوها غاده ورقية كانت فين؟ شرم الشيخ. صح. صح جدا. يلا، انت عارفه اللي اتقال هنا؟ طبعا. طب نكمل كده. ماشي. اشرب بقى ميه قبل ما تنام. لا نو واي. مين اللي قال يا بنتي انت اتجننتي دول ياكلوني اكل عندك؟ رقية. رقية. سيبوها. اللي هو خالد ابو النجا. انت هتعملي مشكله دلوقتي. هيمسكوا في بعض. ياسمين قامت دلوقتي. اختاري ضروري. اختي الكبيره. لو قلتي اسمه هتاخدي بوينت. كريم ايه؟ ايه كريم؟ كريم. لا هو مش الدرجات دي، وعنده كام سنه وساكن فين؟ لا هو اسمه كريم كده ابو النجا. اتفضل تعالى تركب معانا. يا بنتي دي جننتي دول ياكلوني اكل عندك. مين اللي قال حضرتك شبه معيدة عندي في الجامعة بالظبط، تعالي أعرفك على ماما؟ حازم. ما غششتها. دي سهله بالنسبه لك. انا غششتها لها. في معيده او معيد معين كان ايه؟ كان كان اسمها دكتوره شيماء. فاكراها كويس جدا. خبر حصري. فاكراها كويس جدا. دكتوره شيماء كانت عملت ايه معاكي؟ سقطتني. لا بس احنا عندنا ما كانش فيه الاستقصاد، بس كان عندي كراش على مسيو تيبون، كان معيد عندنا اسمه تيبون. اموره افرضي شايف ايه مش بيتكلم عربي؟ الراجل من سنه كنت بتكلم عربي. بجد والله؟ كان عندي كراش عليه. كان معيد ايه؟ ماده ايه ولا؟ ماده كان بيدينا كذا حاجه، ماده اي ثينك اللي هو كونستيتيوشنال، قانون دستوري. الماده دي عامه كنت شاطر فيها فاكره جدا. ولا كان بيدينا سيختي، والله ما فاكره. ايا كان بيديكوا ماده. مش مركزه قوي. ايه؟ كان بيدينا. دلوقتي بقى ممنوع البيبي. ايه؟ في الجامعه؟ على نفسك بقى في في الجامعه؟ واحنا في ايه؟ احنا ما اعرفش حد. ليه رجعنا لورا قوي كده؟ واللي هو اوبشن ان انت كبيره عادي تطلعي وتاخدي بعضك بره، هتتهزقي هتتشلفطي وانت طالعه يعني. في مشاكل في الجامعات، بعض الجامعات، وفي ناس مبسوطه ببعض الجامعات بيحاولوا يلخبطونا. ده اخر سؤال معانا، ولو جبتوه تتعادلوا، لو ما جبتوش هتخسروا وهم هيكسبوا اول جوله. طب ماشي، دي الصوره. دي الصوره. اتس اشرف عبد الباقي قاعد بيلعب كونكت. اتس اشرف عبد الباقي طبعا. اتس مستر اشرف عبد الباقي موجود. وهو بيقول لها ما تيجي نلعب كونكت فور. انتوا مش عارفين؟ يا ياسمين واضح جدا احنا مش عارفين، مش عايزين خالص. يعني نخسر يعني الصراحه. كده احنا خلصنا اول جوله، وطبعا النتيجه 9-8 لصالح فريق اخوات هنا وياسمين، و8 لصالح فريق الاصدقاء جوانا وامينه. طيب خش على الجوله الثانيه.
جينا للجوله اللي احنا خايفين منها، خايفين منها طول الحلقه، وهي الجوله اللي هيجاوب اسرع هو اللي هيكسب. 9-8، وهنسال اسئله دلوقتي من الفيلم، من لعبه حب البنات، لعبه الافلام الجديده، ونشوف مين اللي هيجاوب اسرع. دلوقتي اللي هيجاوب اسرع هو اللي هياخد النقطه. طيب السؤال الاول وهو اكمل الجمله الاتيه. غاده كانت بتقول حد يطبخ بالليل كده. حد يصحى بالليل كده. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. طيب السؤال ده باختيارات، ويا ريت نجاوب بعد ما نسمع الاختيارات كلها. بعد اذنك. ماشي؟ بعد نسمع الاختيارات كلها. غادة كانت عايشة مع مامتها في محافظة إيه؟ اسكندريه. عشان خاطري. ايوه لا يا جماعه السؤال هيتعاد. السؤال هيتعاد وهيتغير. برنامج الطبخ بتاع ندى اللي كانت بتقدمه كان اسمه ايه؟ انا حاسس ان جاي هنا الاول. انا حاسس بس انا حاسس ان هي قالته الاول والله. خلاص انت راجع لي بقى. في فار يا جماعه. انا عايزه فار. بالظبط. احنا اطالب بالفار. رجعنا للفار يا جماعه وطلعت الاجابه صحيحه. انا اسف، اجابه خاطئه. لا صح. خدي. ندى كانت خريجه ايه؟ اعلام. اجابه صحيحه جدا. عارفين عمر طبعا؟ اكيد. اللي هو احمد عز. ايوه. كان عنده بنوته صغيره كده. مفيش اختيارات. هي قالتها الاول. طب اكمل الجمله الاتيه. نسيني سنيني يا عمري اللي انا عشتها قبليك، انا عايز يبدا عمري اول ما قابلت عينيك. اول ما قابلت عينيك. اجابه صحيحه وخلصنا الجوله. وواضح مين اللي كسب. ياسمين يا جماعه. ممكن ياسمين بس. لهم ياسمين وهنا فريق الاخوات. وما تزعليش يا امينه. عادي ولا فريق. اصلا مش فريق. هقعد لك يا جمانه. هقعد لك انتوا الاثنين. في ريحه شياط. في ريحه شياط هنا. لا بجد انا اقسم بالله انا بجد قلت بجد اتخضيت بجد. اللي هو يعني انتوا محروقين يعني وبتاع. احنا كنا مش اصحاب، دلوقتي بقينا اصحاب، اخوات مش اصحاب كمان. لا بس احنا اتبسطنا معاكم والله، وربنا يكون كمان اتبسطتوا جدا. والحلقه لذيذه جدا. يا جماعه ايه رايك في اللعبه؟ حلوه قوي. عايزه العبها بقى كلها. طبعا احنا بس الفريق الكسبان هو للاسف اللي هيكسب معانا، وهو اللي هيكسب معانا الفريق الكسبان. هقعد لك الفريق الخسران. ممكن كمان نديهم الورد ده كمان يا جماعه. انت ما قلتليش. والدبدوب ده كمان يا جماعه. في دبدوب يا جماعه. هم كسبوا كل حاجه للاسف وانتوا خسرتوا كل حاجه. لا بهزر معاكم. شكرا جدا ليكم يا جماعه، اتبسطنا قوي. ولو عجبتكم الحلقه استنوا ان شاء الله حلقات ثانيه. لو عايزين تقولوا لنا في الكومنتات قولوا لنا عايزين تحبوا مين في الحلقات الجايه. لايك وشير وسبسكرايب. بالظبط كده. باي باي بقى يا جماعه. نعمل باي باي.